وصلت رحلة جوية من بوغوتا كولومبيا للتو، وتفحصت الشرطة المسافرين الواصلين. أخرجوا جوازات سفركم من فضلكم. ينتظر معظم المسافرين بصبر، ولكن يبدو بعضهم في عجلة من أمرهم أو يحاولون تخطي الإجراءات. حسنا، شكرا لكم. جوازات السفر من فضلكم. مرحبا، كيف حالك؟ مرحبا، كيف الحال؟ أين وجهتك؟ إلى مدريد؟ إلى مدريد للعمل. ماذا تعمل؟ أنا أعمل في النشر. إلى متى ستقيم هناك؟ ل20 يوما. هل تسافر وحدك؟ لا، جئت مع شريكتي. حسنا. تم رصد ثنائيا للقيام بعملية تفتيش إضافية. يدعي الرجل أن حقيبتيهما المحمولتين مليئتان بالكتب من أجل رحلة عمل تأخذهما الشرطة مع آخرين إلى المقر. هناك حقيبتان، واحدة لكل منكما. ماذا؟ الحقائب التي تم تفتيشها عدا نعم. هذه، هناك واحدة لكل منكما. نعم، عدا هذه. عند وصولهم يقوم الرجل بالكشف عن أمر صادم. أنا لا أحمل الكتب، إنها ممنوعات. ممنوعات؟ نعم. ليست كتبا؟ ليست كتبا. نادرا ما يعترف المهربون بهذه السرعة، رغم أنه من الصعب تقديم إعفاءات لما يبدو كحزم من الممنوعات. ولكن القضية لم تنتهي بعد. يجب أن تفتش الشرطة أيضا مرافقة الرجل. ضعي الحقيبة هنا. هل أنت زوجته؟ نعم. ما هذا؟ أنت تعلمين ما هذا، كيف لا؟ لم أعرف أنه يحمل هذا. حقا؟ تتظاهر المرأة بالتعجب، وحقيبتها نظيفة، لكن الشرطة تشك أنها متورطة. هل أنت زوجته؟ لماذا تسافرين معه؟ للعمل. للعمل، حسنا. قفي في الخارج، اجلسي هناك. هنا. حسنا. ما زالت الشرطة غير مقتنعة، والآن سوف يستجيبون المسافرين كل على حدة لتحديد دور المرأة. قد تكون بريئة كما ادعت، أو قد تكون شريكة في جريمة تهريب ممنوعات. رصدت الشرطة زوجين قادمين من بوغوتا كولومبيا لمزيد من التفتيش في المقر الرئيسي. أقر الرجل بسرعة بحيازته للممنوعات. أنا لا أحمل كتبا، إنها ممنوعات. ولكن المرأة ادعت أنها بريئة، وأنها كانت فقط ترافق زوجها في رحلة عمل. قفي في الخارج، اجلسي هناك. لم يقتنع العملاء، وقرروا استجواب المسافرين بشكل منفصل. كم مضى على زواجكما؟ ماذا؟ منذ متى هي زوجتك؟ نحن غير متزوجين. ليست زوجتك. كم طفلا لديك؟ ليس لدي أطفال. كيف تعرفت عليها؟ نحن أخوان غير شقيقين. أخوان؟ أجل. حسنا. سوف يتم احتجازها أيضا. كذبة المرأة قد تعني أنها تعرف بشأن الممنوعات، لكن الرجل يتحمل المسؤولية الكاملة. لقد كنت الفاعل. بما أنني أعمل في الكتب، فقد تواصلوا معي لأفعل هذا. اعتقدت أن الأمر سيكون أسهل إن سافرت معها. ليس لها علاقة بهذا. أنا من أحضرتها، لذا أنا الملام. أهذه أول مرة تفعل هذا؟ نعم. حقا؟ أنا أتحمل كامل المسؤولية. الأمر لا يتعلق بمن يتحمل المسؤولية. سيتم احتجازها لأنها جاءت معك، وقد جاءت على الأرجح وهي تعرف ما كنت تحمل. إنها أختك، ولكنها قالت في البداية إنها زوجتك. إذن نعم. كذبت علينا. أتفهم؟ نعم أيها الضابط. ما زال الرجل يريد أن يتحمل المسؤولية، ولكن المرأة يمكن أن تواجه اتهامات. تنتقل الشرطة الآن لسماع جانبها من القصة. كم مضى على زواجكما؟ لسنا متزوجين، نحن شريكان مدنيان. شريكان مدنيان. أتقولين إنك لم تعرفي بشأن هذا؟ لا. أتيت معه، أنتما أخوان لكنكما شريكان مدنيان؟ لم أكن أعرف أنه يحمل هذا. تعالي من هنا، اجلسي بجانبه. تواصل الأخت الادعاء بأنها غير مشاركة، لكن الشرطة لا تغير رأيها.
أنا من كنت أحمل الممنوعات. لقد أقنعتها بفعل ذلك. إنها هنا لمرافقتك، ليست هنا لقضاء عطلة. لقد سمحت لنفسها أن تقتنع بطلبك. حسنا، إذا كانت تعرف، دعونا نتوقف عن المراوغة. كلاكما قيد الاعتقال بتهمة تهريب الممنوعات. كلاكما. لكني لم أحضر أنتما رهن شيئا. الاعتقال بسبب تهريب الممنوعات. سأتلو عليكما حقوقكما. أنت لم تحضري شيئا، لكنك تعرفين ما يحمل. كلاكما كان يعرف. لو لم تعرفي لما كذبت بشأن كونكما متزوجين. أنت تخفين شيئا، حتى لو كان يتحمل المسؤولية. أنا أخبرك أنه أقنعني. تعترف المرأة، وسوف يتم اعتقالها أيضا. تنتقل الشرطة الآن لتأكيد نوع الممنوعات التي يحملها الثنائي والوزن الكلي للحمولة. إذا تحولت هذه المادة الوردية إلى اللون الأزرق فهي ممنوعات. إذا تحولت هذه المادة الوردية إلى اللون الأزرق فهذه ممنوعات. إنه لون أزرق، واللون مكثف جدا. نعم. بالنسبة إلى العملاء، فإن كثافة اللون الأزرق تشير إلى ممنوعات صافية إلى درجة كبيرة. يختبرون جميع الحزم 11 ثم ينتقلون لتفتيش حقائب الأخوين الأخرى. سنفتح الآن حقيبة كتفك. إنها تبدو ثقيلة، وعلى الأرجح فيها حجرة مخفية. تمت حياكتها هنا. لقد قاموا بفتحها لوضع الحمولة. تحتوي حقيبة الكتف على 3 حزم أخرى من نفس الممنوعات عالية الجودة. سوف نزنها الآن. 16 كيلوغراما و130 جراما من الممنوعات. إنها كمية كبيرة. الأرقام النهائية للمواد المضبوطة تضع الأخوين في موقف سيء جدا. لا يجب أن تكون هنا. لا يجب أن تكون هنا؟ لا ينبغي. يا لها من ورطة. أنا هو من أقنعها. إذا كانت هنا فهذا لأنها أرادت أن تكون كذلك. كلاكما تعرفان بما أنتما مذنبان. المرء يفعل ذلك بدافع الضرورة. أنا أعيش مع والدتي وأطفالي. إنها مريضة جدا ولا أستطيع أن أعمل. علي أن أعتني بها وبالأطفال أيضا. نحن لا نحكم عليكما. هذا لا يعني أنكما شخصان سيئان. لقد ارتكبتما جريمة وعلينا اعتقالكما بسببها. لا نحكم عليكما. لدورهما في مخطط التهريب، فإن كلا الأخوين يجب أن يمثلا أمام العدالة. ما تبقى من إجراءات الاعتقال هو حقهما في مكالمة هاتفية. مرحبا. مرحبا عزيزتي. جيد، وأنت؟ عزيزتي، أريدك أن تأخذي نفسا عميقا. أنا لن أعود. حسنا، ستفعلين ما طلبت منك أن تفعليه. أنا لن أعود. أمسك بي في إسبانيا. حسنا، ابقي هادئة. تنفسي واسترخي. لا أعرف ماذا ستخبرين الناس، لكن لا تخبريهم حقيقة ما حصل. هذا محرج. أشعر بشعور فظيع يا عزيزتي. أرجوك سامحيني. أنا آسف للغاية. سامحيني، لم يكن ينبغي أن أفعل هذا بك. أنا آسف. إن استطعت، أعتقد أنني سأبقى هنا لوقت طويل. يجب أن تبدأي من جديد. أنت امرأة شابة. إذا قابلت شخصا آخر سوف أتفهم. حسنا، لا تنتظريني. لا تنتظريني. يجب أن أنهي المكالمة. حسنا، وداعا عزيزتي. الأمر صعب، أعرف. اجلس هناك واهدأ. لم تكن هناك وظائف. درست الفلسفة ولم أستطع العثور على العمل. عرضوا علي هذا. ربما كانت خدعة، لكنهم وعدوني بمبلغ جيد من المال. لقد كان مبلغا مغريا، وهكذا أقنعتها. هذا صحيح. الحقيقة يمكن أن تكون أغرب من الخيال. انتهت الإجراءات. سيقرر القاضي الآن مستوى مسؤولية كل من الأخوين لمحاولة تهريب أكثر من 16 كيلوغراما من الممنوعات النقية جدا. يمكن أن يواجه الرجل عقوبة تصل إلى 9 سنوات في السجن. أما أخته بحسب درجة انخراطها في المخطط يمكن أن تواجه عقوبة تراوح بين 1 إلى 3 سنوات.